كتاب الله وسنة رسوله؟ أقول إيه؟ أيوة. نعم أقبل. Congratulations. مبروك، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم. يا رب مبروك. ما كانتش تعرف إنه بيتكتب كتابها، وكانت فاكرة إنها مجرد إجراءات جوه المحكمة. أروى جودة كتبت كتابها من غير فرح ومن غير فستان ومن غير حتى أهلها ولا أهله. اتكتب كتابها جوه وزارة العدل وفضلت تزغرط في العربية هي والسواق. تعالوا نعرف مين جوزها وإيه سر تعلقها بيه وليه ما عملتش فرح. احتفلت النجمة المصرية أروى جودة بكتب كتابها امبارح على رجل أعمال فرنسي إيطالي اتعرفت عليه في فرنسا أثناء عشاها في إيفنت خاص بالسيارات، ووقع منها وهي بتتعشى فص من خاتمها الألماظ، وهو وقتها كان شغال في شركة مجوهرات عالمية. طمنها وقال لها إنه يقدر يجيب لها غيره، ومن هنا بدأت قصة حبهم. طب ليه كتبوا كتابهم في المحكمة؟ علقت أروى جودة بنفسها على حسابها الرسمي وقالت: عشان الناس اللي بتحب تسأل أسئلة فرعية زي انت ليه ما لبستيش فستان، وليه انتوا مش كنتوا مشبوكين؟ احنا اتجوزنا في وزارة العدل لانه مش مصري، والساعة 8 الصبح واستنينا دورنا، وعبال ما خلصنا الاجراءات بقت 11، بس على الاقل كنت حاطه رموش. ونشرت أروى جودة فيديو لكتب كتابها وقالت: انا ما كنتش مستوعبة انه كده بيتكتب كتابي، وكنت فاكرة اني لسه هروح للمأذون، وعشان كده ارتبكت وما كنتش عارفة ارد اقول ايه. يا أروى، أنت بتقبلي أستاذ جوفاني تدليكي على كتاب الله وسنة رسوله؟ أقول إيه؟ أيوة. نعم أقبل. Congratulations. مبروك، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم. يا رب مبروك. بالرغم من الانتقادات اللي واجهتها، نشرت صورة ليها ويوم كتب كتابها وكتبت وقالت: عقد قراني يوم 20 يناير. معلش اتخض يا حبيبي. قال لك اتس اوفر. نو اتس نوت. واختتمت بفيديو ليها وهي بترقص في العربية وبتزغرط هي والسواق، وكانت باينة عليها فرحتها، وكتبت على الفيديو قالت: الآخر فيديوهين وتاني من أجل الناس اللي بتعشق الأسئلة الفرعية زي ليه أهلها مش موجودين معاها وفين أهل العريس. احنا اتعاملنا مع جوازنا في وزارة العدل إنه إجراء قانوني، وإننا مش محتاجين معانا غير الشهود المستشار حسام نجم وأحمد الخواجة، وحضور أختي كانت مفاجأة ليا، وغير كده لأن ميعادنا كان الساعة 8 الصبح، فصعب عليا أصحي والدتي بدري قوي كده، ووالدي توفى الله من 1.5 سنة. لكن لكل اللي زعلوا إننا ما قلنا لهمش، والله العظيم إن إحنا معتبرين إن يوم جوازنا هيكون يوم فرحنا اللي هنحتفل بيه معاكم، وزعلكم غالي علينا جدا. لولا إنه تم تسريب صورنا من مكتب زواج الأجانب كنا هنحتفظ بالمعلومة لنفسنا. جايبه له طرحه. قولي لي. جايبه معايا طرحه بتاعت فرح صغيره كده عشان افاجئه بيها. قولي له قد ايه انا مش ملهوفه على يا ما كنتيش عارفه. ما كنتش عارفه. جيتي كده. Why didn't you show me that before? معلش اتخض يا حبيبي. That's so awful. قال لك اتس اوفر. نو اتس نوت. I think that I'm all right.